سمعت قبل كده عن حاجة اسمها الطروحات؟ أنا هقولك. لما تكون في شركة فيها كام شريك يعرفوا بعض وكل واحد مساهم بجزء من رأس المال، بيبقى اسمها شركة مساهمة، وحصة كل شريك فيهم بتكون قد نسبة الفلوس اللي حطها. ولما الشركة تكبر وتعوز تزود رأس المال عشان تتوسع وتكسب أكتر، بيقوم الشركاء بطرحها في البورصة عشان يبيعوا نسبة من الأسهم للناس. هو ده برنامج الطروحات اللي الحكومة عاوزة تعمله مع بعض الشركات المملوكة للدولة عشان تضرب كذا عصفور بحجر واحد. واحد، توسع ملكية الشركات بدل ما تبقى للحكومة بس، فيبقى جزء صغير منها مملوك للشعب والباقي للحكومة. اتنين، تدخل سيولة للشركات دي عشان تقدر تتوسع وتكبر وتكسب أكتر. 3، تزود الرقابة على الشركات الحكومية عشان قوانين البورصة بتفرض رقابة مالية شديدة جدا على الشركات. 4، تضخ خبرات جديدة في مجالس الإدارات عشان المساهمين الجداد من حقهم يعرفوا فلوسهم شغالة ازاي. 5، خزينة الدولة هيدخل فيها فلوس زيادة من النسبة اللي هتتباع والأرباح الإضافية. 6، رأس مال البورصة المصرية هيزيد بكل العمليات دي وتكسب ثقة المستثمرين الأجانب أكتر. وكل ده في النهاية طبعا معناه استثمارات أكبر وفرص تشغيل أكتر واقتصاد بيدور ومصر معاه تكبر. يلا بينا أنا وإنت نشارك في إدارة ومراقبة شركاتنا عشان تشتغل بجد وتكسب أكتر. تابعنا عشان تعرف أكتر على صفحة أنا هقولك.